Monsieur ici présent. Oui. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Thibaut Raymond Oscar Baradel, ici présent? Oui, je le veux. Au nom de la loi. C'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. Tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. Un pays musulman, il faut se dire les choses. Sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. Musulman, il faut se dire les choses. C'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. C'est tout sauf un pays musulman. كيف سيتصرف أبو جرى السلطاني مع الحفلات الماجنة والكباريهات وبيوت الدعارة مثلا؟ جزء من الدولة هذا. بيوت الدعارة جزء من الدولة، إذا كان لقيت الدولة قائمة تديرها بالطريقة التي وجدتها عليها. ولكن من سينتخبك شيخ أبو جرة؟ سينتخبك لتغلق بيوت الدعارة. هذا ما نقول لهم من البداية، نقول لهم يا أيها الناس، يا الشعب الجزائري، راهو كاين واقع نتاع دولة تراكمت على مدار 57 عام من الاستقلال. ويطلعك لفرنسا سمعي او في حاجه يا ما يخدمش يا
عايش في اللاسيتي مدام؟ إذا غير يعيط يبيع في اللادغوك عندك يا أو يستعمل في كاش لقطة مش نورمال يا ويا باسكو ما تساعديش يصرف عليك يا هو على مامو ماش صارف في حياته كاملة صارف تيان ب 150 اورو بلاك وجوكينغ بلاك طايحة على ترميه من كثرة الغسيل ولا تشهبة اوكي تريكو نايك شهاب بالغسيل وفاست نوار وبوني نوار في الشتاء بلاك 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 بلاك. من أرسل الطائرة المسيرة إلى الأراضي الجزائرية وما الهدف من ذلك؟ ضجت وسائل إعلامية يوم أمس بخبر إسقاط وحدة تابعة للدفاع الجوي الجزائري لطائرة مسيرة في منطقة تنزاوتين. مسيرة اخترقت الحدود الجزائرية لمسافة 2 كيلومترين وفي منتصف الليل. هذا التوقيت يشير إلى محاولة استغلال الظلام للتخفي. المسيرة كانت مسلحة ما يرجح فرضية تنفيذ هجوم محتمل أي وجود نية عدوانية. وفقا لاتفاقية شيكاغو المجال الجوي لكل دولة هو جزء من سيادتها. اختراق طائرة مسلحة لهذا المجال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد خطير. أكيد ستتساءلون عن الدوافع وراء إرسال هذه الطائرة. الطائرات من دون طيار أو المسيرات لها مهام متعددة، منها جمع المعلومات الاستخباراتية، اختبار قدرات الدفاع الجوي أو حتى تنفيذ هجوم عسكري كاغتيال شخصية بارزة. هذه المهام كلها فشلت بإسقاط وحدة الدفاع الجوي الجزائري لهذه المسيرة، بل خدمت الجزائر وأثبتت اليقظة، الاحترافية والجهوزية التامة للقوات المسلحة التي تسهر على حماية الوطن. لكن من الفاعل؟ التحقيقات جارية لكشف هوية الفاعل والهدف. كل الفرضيات مطروحة وقد تشمل دولا مجاورة أو جهات أبعد. هناك فرضية أخرى لدخول المسيرة عن طريق الخطأ بسبب سوء برمجة، عيوب في الاتصال أو إخفاقات تكنولوجية، لكن يبقى هذا احتمالا مستبعدا ونتائج التحقيق ستحدد طبيعة الرد الجزائري. السلام عليكم خاوتي، هذا ميساج بعد خاوتكم الحراقه. انا في ديتونسيون ادمينستراتيف تاع ليون. واش نقول لكم، انا الحمد لله تفاصون هذا الميساج ماذا بيا حق الرئيس تاعنا عمي تبون اللي نشكروه، عندنا توجور كونفيونس توتال فيه. عمي تبون واش نقول لك، الجزائر امنا وبلادنا ونموتوا عليها، وجات الدنيا هكا بعدتنا على بلادنا برك، بصح شنو هي ماذا بينا توقف معنا الضربه هذه. عمي تبون ميتات اخي عمو عنده دوبوي 50 50 عام عايش في فرنسا. تيسيجور تاعو مازالو 5 سنين ويموت، ونا حولوا تيسيجور وعاودوا جابوه للديتونسيون باش يهبطوا للبلاد. عندي اخي من هنايا او مرته وبنته زايده هنا، السلام عليكم. عنده 8 سنين وهنايا، علاش ما تشوفوش فيه؟ وعندي اخي صغير عنده 21 عام سيد الرئيس، عندنا مرته حلال وبولاد. علاش ما تعاوناش انت عمي تبون؟ عندنا ثقه فيك، عاوننا انت. انا معاك انت عمي تبون. عمي تبون السلام عليكم. عمي تبون انا راني متزوج هنا، عندي بنتي مريضه هنا وزادت هنا، وراني في 7 سنين هنا. انا نتمنى منك عمي تبون ما تسنيش علينا، انا جزائر امنا وبلادنا ونبغوها عمي تبون، بس انا باغي نريقلو السيتياسيون تاعنا هنا عمي تبون مغابلينو. نتمنوا غير ما تسنيش علينا عمي تبون، بنادم بيقعد ولاده ماشي يهودوا للبلاد ولاده هنايا عمي تبون. ان شاء الله انا هذه ان شاء الله توقف معنا فيها عمي تبون. وتحيه الجزائر. سيد الرئيس، انا باغي الوضعيه تاعنا تسقم هذا مكان، ماناش باغيين حاجه واحده اخرى. ناس 5 سنين نولدوا ونطلعوا نشوفوا والدينا ورانا قدمنا هنا. عمي تبون عندنا كونفيونس فيك، ما تسينيهاش، ونعرفك بلي ما تسينيهاش، نعرفك بلي ما تسينيهاش. كمل فيها هنايا. وخاوتي الفيديو هذا بارطاجيوه الماكسيموم باش يشوفوا حالنا. عمي تبون ابليكينا لي زاكور تاع 1968 عمي تبون. خوتي بارطاجوا لنا الفيديو، الله يفتح عليكم خوتي.